كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محبوسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا ايه، ونشوف خفة دمهم، ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. انت نزلت الاستفتاء؟ استفتحت فيها ولا؟ استفتأت. استفتأت؟ يعني قلت نعم ولا لا؟ قلت نعم، ويا ريتني ما قلت نعم. والله؟ والله، عشان مش عارف قلت نعم ليه، مش فاهم انا ليه يعني معقولة تبقى انت رايح ومش عارف انت قلت نعم ليه؟ والله. ازاي يعني؟ نعم، وبعدين الدنيا نشفت، مش عارف ليه. الدنيا نشفت. ازاي يعني؟ مش عارف ليه. الناس، الزبون اللي كان بيدفع تبس اثر في التبس. انت حسيت ان في حاجة حصلت في البلد؟ كتير. حصل ايه في البلد؟ حصل شوية مجاعة للناس التعبانة اللي زي حالتنا. طب انت ليه ما تفاعلتش مع الاستفتاح؟ انا اساسا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، فرايح مش عارف اقول لا ليه ونعم ليه. حد قال لك قول نعم ولا لا؟ بس بصراحه لا، قلت انا كما قلت انت قلت لوحدك. عشان ما نقولش ان في حد. انا قلت لما نقول نعم الدنيا هتمشي. قلت لما نقول نعم الدنيا هتمشي. طب انت حابب الاستقرار يبقى موجود؟ ده شيء طبيعي. استقرار كامل، دوام كامل ولا نص دوام؟ كلنا هنعيش لو في استقرار كامل. لا، ونص دوام وحش برضه. ما هو نص دوام بقى يعني بعد كده يبقى ربع دوام، بعد كده مش هيبقى فيه خالص. مش كده؟ هينفع؟ انت حزب كنبه؟ لا، انا اعتبر مش كنبه بقى، ما انا رحت قلت نعم، بس انا بعد ما قلت نعم حاسس ان انا قاعد على حصيره بقى، مش على كنبه. مش كده؟ والله بعد ما قلت نعم قاعد على حصيره بقى، على حصيره. طيب ان شاء الله المره الجايه تبقى تنزل، يبقى عندك احساس بالحاجه اللي تشربها. اكيد ان شاء الله، ربنا ييسر الامور. تبقى عامل حسابك انك تكتمل لما نشوف حد يحكمنا صح ويعيشنا صح. هنقدر نقول نعم وهنقول لا. طب رايك ايه في الانفتاحيه على الجيل؟ ما هو بعد ما قالوا الاخوان وقروض، وكان الفلوس حرام والفلوس مش حرام، وحرموا وحللوا، وهم عملوا قروض اول ما نزلوا مجلس الشعب. هنا ليه في التحرير؟ سيادتك كان محتسم. انت بالك قد ايه محتسم؟ انا بقى دلوقتي مازه كده، بقى دلوقتي من يوم 28 من 28 اللي فات. 28 اللي فات 2011. انت ايه رايك في الحراك الوطني يا عم مصر؟ لا سيادتك المازه، مش عايزين حد من ده ولا من ده، احنا عايزين كلمه، عايزين راجل مازه يمسك البلد، مش عايزين محمد مرسي علينا في الميدان وقال لك قال الله وقال الرسول، عملت اي غلط تاني يشيلوني. عمل كذا غلط، قال لك 100 يوم ما عملش حاجه. انت بتنتهج الايديولوجيه؟ بتنتهج الايديولوجيه؟ تنتهجها وانت ماشي؟ ولا بيحصل لك نهجان؟ لا بيحصل لي نهجان طبعا، انا بتعب وانا ماشي. الحراك الوطني ده بيزعلك؟ طبعا بيزعلنا كلنا، من كلامهم ومن كلام ده ومن كلام دوت. ايه رايك في الاحوال بعد ثوره 45 يناير؟ زفت. بعد ثوره 45 يناير؟ زفت. يعني ثوره 45 يناير من اهداف الثوره مفيش حاجه اتحققت. يعني احنا اهم حاجه ان احنا الثوره تتحقق. اللي هي ايه؟ عايزين الشباب تشتغل، عايزين الناس تاكل عيش، عايزه اي شاب يلاقي حقه زيه زي في اي دوله، عايزين امان، عايزين تامين صحي. انا بروح مستشفى ما بلاقيش علاج، اي حد في مصر بيروح اي مستشفى ما بيلاقيش علاج. على العموم ربنا يسهل. ده مش ده يعني في مطالب دلوقتي تغيير الوزاره، انت مع تغيير الوزاره الى وزاره اختلافيه؟ اختلافيه اللي هي ممكن تختلف مع الائتلاف. مش لازم؟ لازم. هل الوزاره الائتلافيه التي تختلف مع الائتلاف هتختلف ولا ممكن تبقى ماشيه باتجاه واحد؟ والله بعد اللي حصل بعد 25 يناير الله اعلم. طب وبعد 45 يناير؟ طب انت رحت استفتيتي؟ رحت. قلت ايه؟ قلت لا. طب ليه قلت لا؟ قلت لا عشان مش عاجبني، في مواد كتير في الدستور ما عجبتنيش. طب الماده الاولى بتقول ايه؟ بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. رايك ايه في الماده 999 في الدستور؟ انا ما بعرفش اقرا.
ايوه ما انت فاهمة يعني إيه؟ انت رحت انت استفتيت على حاجه وانت ما تعرفش تقرا. ما انا ما اعرف. طب ايه اللي خلاك تقول نعم؟ يعني لازم يكون حد كده قال لك، يعني شفته كده فقلت والله ده قال نعم انا اقول زيه. مين ده بقى؟ والله انا قلتها عشان بقول لك الدنيا تمشي، مش عارف مين أنا. اللي فهمك ان الدنيا هتمشي لو قلت نعم؟ ناس كتير بقى اللي مربيين دولهم. يعني قالوا نعم عشان الدنيا تمشي. يعني انت بتقصد ملحس خير الدين؟ ايه؟ بتقصد من حاجه لحسها الدين بصراحه؟ ما انا بقول لك انا ما عنديش درايه غير ايه، ان انا نازل شاي وقهوه وما عنديش قرايه ولا كتابه ولا يعني كل ما بتقدمش غير ما بتقدمش حاجه تانية اصلا ليه؟ ايه. ما بتقدمش انت في حاجه حسن ليه غير الشاي والقهوه متصلل؟ لا هي الشغلانه دي بس. انت الشغلانه دي بس؟ انت بتحس بالتوتر الداخلي في الهزالي لما بقل في الماده، لما بتقل لو مش عارف اصرف على البيت كويس طبعا بيبقى فيه، لازم يبقى فيه توتر. طيب انت المره الجايه لما تيجي تنزل هتفكر كويس؟ اكيد بقى. مش كده؟ اكيد طبعا ان شاء الله. هتقول نعم للاخوان ولا لا للاخوان؟ والله هقول الصح اللي هيمشينا. برافو عليك، الصح اللي هو لا ولا نعم؟ اللي هو لا لو لا. واحد جه زيه. طب لا لا انا عايزك تقول نعم علشان في ناس هتتفرج علينا. قول نعم وبعدين بعد كده هتنزل تقول ايه؟ هقول نعم بقى للجديد. للجديد. لا عايزك تقول لا عشان الناس الاخوان. يعني هتقول ايه؟ ما هو لو واحد بدأنا نقول لا. ولو قلت واحد تاني هتقول ايه؟ هنقول نعم. والله ما انت عارف هتقول نعم ولا لا. انت ليه قلت لا؟ في حد قال لك قولي لا؟ لا ما حدش قال لي لا، احنا عرفنا مواد الدستور فيها حاجات كتير ما عجبتناش، نزلنا قلنا لا. يعني انت عارفه كل المواد. احنا كشعب غلبان، الشعب الفقير، في مواد هتطبق عليه مش مناسبه ليه. استفتناه واستفتى ما استفتناش. 7 استفتاءات استفتناهم ما استفتناهمش. لا قولي استفتناه واستفتى ما استفتناش. استفتناه واستفتى ما استفتناهوش. ايه رايك؟ والله يا شايله. بس انت المره الجايه تبقى ان شاء الله على بالنسبه للاستفتاء. ايه؟ نزلت الاستفتاء؟ لا نزلت قلت لا. قلت لا ليه؟ كده مش كده كلام ما ينفعناش. طب مش كنت تقول نعم عشان يحصل استقرار؟ انا اقول لا. وبرضه في الانتخابات بتاعتهم الجايه برضه انا اقول لا. طيب اهلي كلهم يقول لا، مش موافقين على الانتخابات بتاعتهم. لان الناس ما بتعملش حاجه، الناس دي واخداها عافيه وصدر وبلطجه. لا احنا برضو الرئيس بتاعنا يعني كلنا. معلش الرئيس بتاعنا المفروض مؤاخذه يحترم الشعب، مش يقول لك مش اكبر عشيرتي وعشيرتي. ايه هم عشيرتي وعشيرتي؟ الشبكه السياسيه تؤدي ولا لا؟ تؤدي بس مش مع ده. لا تؤدي. لا مش مع ده والله يا راجل تؤدي بس انت مش واخد بالك. لا مش مع ده. طب افرض انت اتحركت هتروح يمين ولا شمال؟ مين انا؟ لو اتحركت لا اروح زي ما انا عايز، بس ما حدش يوجهني. يبقى هذا لا ما حدش يوجهني. هذا يؤدي. لا يؤدي ولا ما يؤديش؟ لا ما يؤديش سعادتك، بس انا بقول لك انا سعادتك المؤاخذه على الموضوع قال رحت في اي حته. طيب بمزاجي. ما يحدث لك في التكوين السياسي حلزوني ولا دائري؟ لا الناس دي بتضحك علينا. طب انت شايف ان اللي يحصل ده في الجو السياسي حلزوني ولا دائري؟ لا سيادتك الناس دي حلزوني يا سيادتك، المؤاخذه الناس دي بتضحك علينا بدقنها ولا مؤاخذه ومفيش داعي نقول يبقى حلزوني. ايوه لا حلزوني. حلزوني ليه؟ حلزوني ليه؟ عشان الناس دي بتضحك علينا كتير. انت بتطلع طريق دائري؟ بطلع على الدائري وبمشي كل حته مش خايف. مش خايف؟ لا ده كلمه الحق انا بقولها. يبقى ده حلزوني. لا مش حلزوني سعادتك. القرارات السياسيه هنا بتبقى قرارات تراكميه ولا لا؟ يعني ايه تراكميه؟ تراكميه يعني بتيجي فوق بعضها. بتيجي فوق بعضها طبعا. مش كده قرارات بتيجي فوق بعضها؟ طبعا. ومفيش حاجه يعني انت مش ممكن تسلت قرار من القرارات دي انا اللي اسلت، الناس اللي هي الواصله هي اللي بتسلت القرار. طبعا. علشان تعرف اللي على مزاجها. يعني تشوف القرار ده اللي على مزاجها وتسيب اللي مش اللي على مزاجها. والقرار المسلوت ده بيبقى اختلف عن القرار التراكمي. طبعا. طبعا. احساسك بالقرارات اللي بتحصل في البلد حلزوني ولا دائري؟ لا الحلزوني بيلفوا من تحت الترابيزه. بيلفوا من تحت الترابيزه. انت احساسك باللي بيحصل في البلد احساس حلزوني. احساس وطني حلزوني. ايوه. ولا انقاذي توكلي؟ لا من تحت الترابيزه. ايوه. يبقى ان شاء الله تحس ان البلد مشغول كما شغلناها السنه دي. يعني ان شاء الله هتتواصل. ان شاء الله هتتواصل. ان شاء الله هتتواصل. وتحس بالانفتاح الداخلي. ان شاء الله. انفتاح داخلي ان شاء الله. انت شايف ان القرارات السياسيه دي
هي اللي بتؤدي اللي بيحصل ولا لا؟ طبعا كل راجل ما بيعرفش يتكلم الرئيس حتى ما بيفهمش بيقول ايه، ومش هو اللي بيقول، هو بس بياخد السيستم، بياخد البروجرام، مش عارفه بياخده من مين ويقول لنا، ما بنفهموش حد. راجل ولا ليه في حاجه ولا مالوش في اي حاجه في الدنيا، بس يروح يقعد في جامع ويخطب. لا بس ده برضو الرئيس بتاعنا يا عم الرئيس انت حريتك انت، انا عن نفسي مش معترفه بيه. لا معقوله يعني؟ انت مش همك يعني؟ ده ما بيهمنيش، انا ما بخافش الا من ربنا. يعني انت ما عندكيش احساس بان الرئيس ده بيروق على الدنيا؟ الرئيس ايه؟ هو ده الرئيس بتاعنا بقى ولا لا ده ان كان رئيس حضرتك ماشي، بس انا مش رئيسي انا. في هنا مجاري؟ لا لسه داخله المجاري، لسه ما اشتغلتش. طب ايه رايك في الماده اللي في الدستور اللي هي مسؤوله عن المجاري؟ برضه في ناس عملت بيها وفي ناس ما عملتش بيها. ما عملتش الماده بتاعت المجاري في الدستور. في ناس عملت بيها وفي ناس ما عملتش بيها. ما عملتش بالمجاري. مين المسؤول عن الموضوع؟ الحي. لا ده الماده بتقول لك المسؤول عن المجاري هو اقرب واحد للماسوره، ده صح ولا لا؟ صرصار. صرصار. اقرب واحد للماسوره. صرصار. هو المسؤول عن المجاري. ان ما فيش مجاري هنا. ما فيش مجاري. انت قريت الدستور؟ لا. امال بتتكلم في المجاري ازاي بقى؟ لا اقرا. لا تقرا ولا تتكلم؟ ايوه نعم. لا تقرا. نعم. طب البلد دلوقتي فيها ناس كتيره جدا ما بتقراش، بس دول اهلنا. طبعا. حبايبنا. نعم. مش كده؟ نعم. احنا لازم نقول لهم ونوضح لهم الصوره. صح. بس هو كمان هم بيوضحوا الصوره لنفسيهم للناس اللي هي واصله. واحنا كمان ما بيوضحوش للناس الاميين. لا يا حاج مرزق، احنا كمان لازم كل واحد يبقى يعرف بقى ان ما هو ماشي، ان صوتك مهم. احنا عرفنا بعد ايه؟ عرفنا بعد ايه؟ يعني انت دلوقتي ممكن المره الجايه. احنا عرفنا بعد ايه؟ بعد ما الدنيا وقفت والدنيا خربت. يعني انت المره الجايه هتاخد بالك ان شاء الله، وهتدي القرار الصح ان شاء الله. ربنا يوفقك يا عم مرسي. الله يخليك. بس انا عايزك المره الجايه تبقى شاكر لي ان شاء الله. هتبقى شلص ان شاء الله. وتبقى سميكي لي اراضي ان شاء الله. انا بتكلم هندي، انت بتتكلم ايه؟ بتكلم مصري. اسال السؤال اللي حضرتك عايز تساله. انت ايه رايك يا رضا في الحكايه دي احنا مش عايشين، وانت مش عارف اصلا لان كل الشعب فاهم كل حاجه. مش عايز يقول اي حاجه. عامل ان هو فاهم ولا هو فاهم؟ لا هو فاهم كل حاجه، بس بيكاد الاول. اصغر عيل دلوقتي يكلمك على كل حاجه في البلد. طب انت ايه رايك بقى؟ بس ما فيش الجراءه، لسه خايفين. خايفين ليه بقى؟ اذا كان الثوره اهم حاجه حصلت فيها ان هي شالت الخوف من الناس. ما شالت لمده معينه وبعد كده رجعت لمده تاني. قد ايه يا عم رضا؟ مده قد ايه اللي اتشالت؟ هي مده 18 يوم بس. 18 يوم اتشالوا وبعد كده رجعت اوسخ من الاول. اللي هي ايه اللي اوسخ؟ كل حاجه بقى عشان الزباله يعني في الشارع؟ لا زباله ايه وعيش ايه وكلام فاضي ايه؟ امال ايه؟ الغش اللي احنا فيه. غش الضمير. ما عادش فيه ضمير. ما عادش فيه ضمير. فين احمد شفيق؟ هو الحل بتاع البلد دي احمد شفيق. لا يبقى انت كنت بقى معت علي عشان انت كنت ام الحاجه على عصارتي. ما كنتش اي حاجه. ليه ما انت انا راجل مواطن عادي، بس بنادي باحمد شفيق، هو وقته دلوقتي. هل قاعده البيانات اللي هي رايي اللي جابها اللي هي شغاله جابت الانقاذ مش قد يا عم رضا مش قدهم. يا عم رضا تلبس حوالي. طب يثبتوا لنا اللي هم قدهم واحنا نقف معاهم. يا عم رضا ما بقيت الشعب قاعد في بيته. انت الناس الكنبه اللي بيقولوا كنبه اكتر من اللي انت شايفه. ليه انت ما ناثر على يا عم رضا بس الاعلام؟ هو الاخوان قد ايه؟ مين يا عم رضا لسه الحاجه؟ انت شغال على ينفع؟ الاخوان قد ايه؟ ايه؟ ما يجوش تمن البلد. بالعكس بقى الاخوان بتاع مش اقل من بتاع ايه؟ بتاع تمن البلد. لا كلهم بالسكر والزيت. لا دول بتاع تمن البلد. لا تمن البلد نحسبها بالقلم والورق. نحسبها هتلاقيها تمن البلد. لا اله الا الله. وبتاع سكر وزيت تقول لي هو احنا كنا عمرنا لا مؤاخذه حد بيدخل في وسطنا؟ يا عم رضا انت قاعد عامل حاجه ليها. الناس دي هي اللي دخلت الناس اللي بره دي من في وسطنا. طب جاب يسأل على مره يا خراري. هو كان في طول عمرنا بنمشي وشنا عريان. افرض مفيش راجل لا مؤاخذه بيمشي ملثم. انت مش لا مؤاخذه الفلسطينيين هو اللي جابهم. انت اللي عامل وانا مين اللي جاب فلسطين؟ يا عم رضا بقى ولا اسال عليها. احنا طول من ايام عبد الناصر واقفين جنب فلسطين. افرض انت بس محدش يجرأ ان هو يدخل بين المصري والمصري. لو حصل انت محمد مرسي هو اللي دخل الملثم هنا. انت من عسل اللي هو بيقول لك البلوك وغيره هو اللي عمل كده. افرض عمرو عسل عايز يتفرج عليه ليه؟ انت ما شفتش ساعه الاتحاديه؟ كانوا عاملين ميليشيات ورا بعض. انت عاملين فرقه رياضه. انت اللي عسل على حاجه. فين المنظر ده؟ ما يعيدوه تاني ونشوفوا الحقيقه. ده بافرض انت من عيل على تاني يقول ايه؟ مين اللي ضرب ابو ضيف؟ اللي رجع تاني يقول لك ده تبعنا. يا عم رضا الاسئله على جد حرام ولا حلال؟ الناس اللي بتموت دي كل يوم شباب زي الورد
لو واحد من اسرائيل لا مؤاخذه اللي مات كانوا امريكا وقفت جنب اسرائيل وخربت العالم كله عشان واحد. انت مثلا واحنا كل يوم شباب زي الورد يضيع مننا. ربنا عشان ايه؟ مش عايزين ناكل ونشرب ومحدش يموت من عندنا. القصاص من الصالح على قد ليه؟ ربنا يكرم. انا عايزك انت تبقى الصالح ليه؟ ما احنا عايزين حد يحكمنا. ايه هم مين اللي هيحكمنا؟ فين؟ الشعب كله طالب احمد شفيق. لا ده انا اعمل استفتاء كده على العالم اللي واقفه كلها هيقول لك احمد شفيق. طب ايه صالح انت العرض؟ الله ايه الله؟ ما هو ده وقته. ليه مش يجي وقته؟ مش كل حاجه ليه وقتها. انا بنادي بس بقول الفريق احمد شفيق انزل وقول انا نازل. طب انت وشوف الناس اللي انتخبوك والناس اللي انتخبوا مرسي هيجوا يستنوك في المطار. يا عم احنا ما تخافش من حاجه يا احمد يا شفيق وانزل هنشيلك فوق راسنا من فوق. هو انت احنا محتاجينك يا عم احنا مالناش دعوه بالوقت. طلع صح كان ليه؟ القناه كله بضيع. هو انت من بورسعيد مش شويه. بورسعيد دي قصاد اسرائيل يا راجل من الاول من عم لو مرسي فوت في بورسعيد ارحم اسرائيل حرام عليك يا راجل كلها. افرض انت مسؤول عليه يا عم رضا. ليه بيه انت اللي مسؤول عليه يا عم رضا؟ هو الشباب ده يعني شويه هو ايه بورسعيد ولا اسماعيليه ولا يا عم رضا انا هقع منك. ما هو كل ده كأنه لا مؤاخذه من امبارح. يا عم رضا انا تعبت كلنا عياد يا عم انا رمضان دي ليه صح ليه يا عم رضا؟ فرقونا وقسمونا. ليه؟ الناس تقف لا مؤاخذه عند في 6 اكتوبر تحاوط يقول لك الاعلام ويروحوا محاوطينه والناس تقف عند الدستوريه. انا هقع منك ازاي؟ انا هنجيب نفسي. هتقف فين اكتر ما احنا واقعين؟ ما انا واقع منك انا حرام دي ده ايه يا والله ده انا اللي بعيط من قلبي على البلد دي. حرام حرام يا عم رضا. مش لما بسالك المفروض تجاوب. الجبهه لا مؤاخذه ده الجبهه بتضحك علينا رخص. يا عم انت شغال كده على طول. عايزينها تعمل حاجه يعني اقفل الموضوع ده ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها يسيبوا شويه هنا يضربوا شويه يضربوا. طب اعمل انا ايه عشان اقفل؟ البرادع لو عايز يجي يمسك ما يمسك. ابوس ايدك انا عاوز بس ابوس ايدك انا وانا انت هتعيط وانا هعيط يبقى علينا. ما احنا بنعيط. ابوس ايدك انا بسالك حاول تجاوب بس. اجاوب على ايه؟ انا على انا بدعي عليه. انا مش عايز اي حاجه تحصل. بقول لك مش عايزين ناكل بس هو ما فيش واحد يموت زي اللي بيحصل كل يوم. انا مش المفروض لما اسالك انت كل يوم واحد بيموت. هو في ايه بالظبط؟ انا مش كل المفروض انا اسالك سؤال تجاوب. ما امريكا واسرائيل فرحانه على كده. طب ابوس ايدك انا عملت لك حاجه؟ انا زعلتك في حاجه؟ لا ما زعلتنيش في حاجه. امال انت شغال 24 انا قلبي وجعني من كل طول النهار على التلفزيون طول الليل قدام التلفزيون بنبكي. والله يا عم رضا. حرام ولا حلال؟ سيبني بقى اتكلم انا شويه بقى. فين الضحكه ده؟ كانوا بيحسدونا على الضحك بتاع مصر. تعالى نضحك بقى عشان انا تعبت منك. فين؟ مش انت لما رحت انتخبت عصرت على نفسك ليمون؟ ما هو الايام دي مش نافع معانا ليمون. طب وبعدين الناس ولا نافع معانا اي حاجه. لما بتعمل ده الامراض مسكتنا من الحاجات السياسه دي جابت لنا الامراض. طب ما احنا عشان كده عاوزين نضحك. ابوس ايدك انا عاوز الفرق الثالث علشان انت عارف لو قلت الفرق الثالث البلد هتستقر. ايه رايك بقى؟ فين؟ هنقول يا بلح الزغلول ويطلع لنا الفرق الثالث بين الليمون والزيتون. يا ريت زغلول يرجع تاني. الليمون والزيتون. هنمشي بقى نقول زغلول زي زمان يا ريت. الليمون والزيتون الفرق الثالث ايه؟ ما اعرفوش. مش انت لما حد بتزعله بيقول لك الناس دي ليموني؟ ممكن حد يزعلك تقول الناس دي زيتوني؟ ينفع؟ زيتوني؟ لا طبعا. هم ليموني بس؟ ليموني يبقى الناس دي ليموني بس الناس دي مش زيتوني. لا ما بتفارقوش ولا هم ولا حاجة تأثر. صعب تشوفه ما تحبوش. الوقت معاه لطيف